السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. صينية العروسة يا جماعة زي ما انتم شايفين فيها خيرات ربنا كلها. الف مبروك يا حبيبة قلبي وعقبال كل البنات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا حلة على النار فيها ملح وفلفل ورق لوري وحبهان. هنا حطينا بصل وطماطم، واعذروني على التصوير. وحطيت بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر ورق لوري وحبهان. بس كده دي الخلطة بتاعة البطاية، وحطيت ملح. هضرب كل ده في الكبة. طبعا انتوا عارفين الخلطة بتاعتنا، اللي متابعني عارف. طبعا البط كل الزفر اللي في الفيديو ده، كل الحاجات انا كنت نقعاها قبلها بيوم في محلول النقع بتاعنا. اللي ما شافش بقى محلول النقع يروح يشوفه. وده دبوس عندي كده بتاع كيس كريم شانتيه، قفلت بيه البطايه. وبقيه الخلطه دي هحطها للفرخه البلدي. بصوا، وسقطت البطايه كده. وتعالوا بقى نشوف بعد كده. وزودت ملح. حطيت يعني معلقتين خلطة برضو من اللي فاضت. وبعد كده حطيت الملح بتاعي وظبطت الملح بتاعي. دول بقى 4 حمامات فضلة خيركم كده. وغسلتهم برضو واتنقعوا في محلول النقع برضو. والرز بتاع الخلطة بتاع الحمام ده، رز الحشوات ده، انا عاملاه معاكم في فيديو بتاع الفراخ. اللي ما شافش بقى الرز، معلش انا بعتذر لكم عن التصوير وبعتذر لكم عن الفيديو بصراحة يعني. انا كنت بصور والنور قطع ومش عارف ايه، وحاجات كتير حصلت كده، والرينج لايت باظ، فما كنتش عارفه بصراحه اصور لكم. بس يعني فاللي كانوا بيصوروني ما شاء الله كتر الف خيرهم بصراحه. هنا بقى بنحشي الحمام، بنحشي من الرقبة وبنرجع الجناح بتاعه ورا كده، وبنحشي كمان من البطن من تحت. وبنقفله بقى بين الرجلين بتوعه كده، بندخلهم كده. هنعمله النهاردة بطريقة تسوية حلوة جدا، بما اني مش محتاجة الشوربة بتاعته، فهعمله بطريقة سهلة جدا. اي بنت او اي ست مبتعرفش تعمل الحمام هتعرف تعمله من هنا ورايح. سهل جدا وبسيط. انا عايزة اقول لكم ان محلول النقع ده بتاعي عبارة عن عصير برتقان وقشر برتقان وعصير ليمون وقشر ليمون وملح وسكر وخل وعيدان قرفة وبصلاية وقلت قلت ورق لوري وحبهان وعيدان قرفة وقشر ليمون وقشر برتقان وخل وليمون وملح وسكر. وبحط بقى الزفر كله بعد ما بغسله تحت الحنفية وبنضفه كويس. بحطه بقى في محلول النقع ده. اقل حاجة تحطيه فيه 4-5 ساعات. الحاجة تطلع فلة كده معاكي، شمعة منورة. بس كده بعد ما حشيت بقى الحمام كله بالطريقه اللي انتوا شفتوها. والرز بتاع الحشوات موجود عندكم على الصفحه. لفيته في ورق استريتش، وبعد كده لفيته في ورق فويل. ما انا قلت لكم ان انا مش محتاجه الشوربه، لان في عندي شوربه بط وعندي شوربه فراخ بلدي. فانا مش محتاجه شوربه بعد ما حطيته في الصينيه لقيتها صغيره، فنقلته بقى في صينيه تانية. الميه بتاعه الحمام فيها بصل وملح وفلفل ورق لوري وحبهان. وهنا حطيت الفرخه البلدي تتسلق مع البطايه. وحشيت حله ورق عنب وحشيت حله كرنب. وهوريكم كل حاجه دلوقتي. الحمام يا جماعه بياخد على النار نص ساعه بالظبط. ولو نسيت اي حاجه في الفيديو معلش حقك عليا. هنا الفرخه البلدي والبطايه البلدي استوت. دي بطايه بيضه طبعا بناء على طلب العروسه حبيبه قلبي. هنا حطيت طماطم وبصل ورق رولي وحبهان وبهارات فراخ وملح وفلفل. وحطيت كمان معلقه بابريكا كبيره. وبنقطع الفرخه كده زي ما انتم شايفين من عند الصدر. بتقطعيها كده تمام، وبتفتحي فيها فتحات. وبعد كده بتكسريها وتدغدغيها. انا عايزاكي تكسري العظم بتاعها كله علشان تطلع معاكي فراخ مشويه. انا لو كان عندي وقت كنت شويتها لها على الفحم، بس ما كانش في وقت طبعا. فشويتها لها في الفرن وطلعت برضو حلوه. ويا رب الاكل يكون عجبهم وبألف هنا وشفا، وربنا يسعدهم يا رب ويهنيهم وبالرفاء والبنين. كسرت العظم بتاعها كده زي ما انتم شايفين. خليت الفرخه عشان التتبيله تخش في كل حته وعشان ما يبقاش في دم في العظم. يعني اهم حاجه تكسير العظم ده مهم جدا. الخلطه بقى اللي انا عملتها وحطيت عليها كمان دي بصل وطماطم ورق لوري وحبهان. وحطيت كمان بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح وكل حاجة. وبعد كده صفيت المية بتاعتها، انا مش محتاجة غير المية. والتفل ده حطيته في كيس لأي كفتة بقى. وحطيت هنا معلقتين زيت ومعلقتين خل ومعلقة كاتشب ومعلقة صويا صوص. بس كده. وطبعا هي عليها ملحها وفلفلها. نقعتها قبلها بيوم، يعني الفرخة دي اتنقعت يوم كامل. اهم حاجه. خلاص كده الحمام ده تاني يوم بقى يا جماعه انا سويت لا انا سويت الحمام قبلها بيوم وحمرته الصبح.
بصوا عايزه اقول لكم ما فيش ولا واحده، ما شاء الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما فيش واحده اتفتحت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ان الحمام بياخد نص ساعه، ومعلش اعذروني الفيديو طويل، بس هو في حاجات كتير جدا، وكنت حابه ان انا الم لكم كله في فيديو واحد، ما كنتش عايزه اعمل لكم فيديوهات كتير. هنا دي البطايه والفرخه البلدي والاربع حمامات، ودي البطايه ودي الفرخه اللي هتتشوي. وصينيه الرقاق دي عملتها بالطريقه العاديه خالص، وكنت عاملاها من بالليل. ده بقى اليوم بقى اللي هو اليوم التاني بقى. هنبتدي بقى في اليوم التاني، او اليوم الاولاني حشيت فيه الورق العنب وسويت فيه الزفر اللي هو البطايه والفرخه والحمام، وحطيتهم في التلاجة بعد ما بردوا تمام. ده تاني يوم بقى طلعت طبعا الجلاش، حطيت له كوبايه لبن وبضايه ودخلته الفرن. وهنا الفرخه بتاعتي ما شاء الله قعدت في التتبيله يوم كامل، فطلعت تحفه مش عايزه اقول لكم. دخلتها الفرن على درجه حراره 250، ولعت من فوق ومن تحت مع بعض، واول ما احمرت من فوق طفيت من فوق وسبتها ولع من تحت على 180 او 190 عشان بقى تستوي كده وتاخد وتدي. وابتديت بقى احمر بقى في الوقت ده، ابتديت ان انا احمر الحمام. واهم حاجه يا جماعه، لو العروسه متجوزه في الحر طبعا، ان انت تسيبي الاكل طبعا يبرد تماما تماما تماما، اوعي تحطيه. هما طبعا كل العرايس عندها ميكروويف، يبقوا يسخنوا الاكل براحتهم، فانت تبردي الاكل عشان ما يحصلوش حاجه، وعشان حرام بصراحه يعني الحاجه بتبقى متكلفه وكده. بس انا حمرت هنا الحمام كله اتحمر خلاص معايا. ودي وحشيت لها برضو على طلبها، هي كانت عايزه حله كرنب. بصوا هنا حطيت مكعب مرقه، وحطيت معلقتين زيت ومعلقه دبس رمان، واحط عصير ليمونتين، واحط معلقه خل وعصير ليمونتين انا قلت، ومعلقتين صلصه. وهحط كمان ممكن كمان تستكفي بقى بالحدق بتاع الشوربه وتدوقيها، لو دقتيها ولقيتيها ناقصه ملح خلاص. وزودت بقى 3 مغارف شوربه وقلبت كل ده. دي التشريبه بتاعه الورق العنب. بس شربت الورق العنب وغطيته، وطبعا شربت برضو سقيت الكرنب وسويته. وكل ما حاجه بتستوي بتخرجها بره عشان تبرد. وادي الفرخه بتاعتنا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحفه. وعملت كمان رز بسمتي بالطريقه عملته معاكم قبل كده كذا مره. حطيت بقى بصوا الاكل كله يبرد كده زي ما انتم شايفين. ودي الفرخه المشويه، وده الحمام، وده الرز، وده الجلاش. لسه البطايه والفرخه البلدي في الفرن بس بياخدوا وش، وبعد كده هبتدي اغرف الصينيه معاكم. اول حاجه بقى بتجيبي اي صينيه عندك وتغلفيها كده بورق فويل كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده ابتديت اول حاجه حطيت الرز البسمتي في جنب، وبعد كده حطيت لها الكرنب في جنب، وبعد كده حطيت الورق العنب في جنب، وبعد كده حطيت الجلاش. بس طبعا شلته كل اللي على الرز ده شلته. بصوا الجلاش كنت مقطعاه قطع كبيره، بصوا ايوه، وحطيته لها في جنب. انا بعتذر لكم عن التصوير والله العظيم يا جماعه، غصب عني بجد، وانتوا عارفين بقى يعني. ودي البطايه اهي، ودي الفرخه البلدي، والفرخه المشويه قطعتها نصين، حطيت نص الناحيه دي ونص الناحيه دي، والحمام وزعته كده على الصينيه. بصوا ادي الفرخه المشويه محطوطه جزء هنا والجزء الناحيه التانية، وحطيت الحمام كده على الطروف. وبعد كده اهو بصوا ايوه كده، بعد كده رشيت بقى من على فوق خضره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والف مبروك، وربنا يسعدهم، وعقبال كل البنات ربنا يفرح قلوبكم بحبايبكم يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه، كمالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه. تحفه تحفه.